مشكلة. وين منيف معزبي وينه؟ قالت راح مسير زيارة الواحد من جيراننا، قال ارسلي وراه خليه يجي، وفعلا ارسلوا وراه وجاء منيف. فاوض الجماعة اللي برا، يا جماعة وش عندكم؟ قالوا الولد اللي عندك، الشاب اللي عندك هذا ولدنا، فاقدينه من يوم عمره 5 سنين. وشافته واحدة من الجماعة قال لها طردة، هذه طردة هي اللي شرت منه الشعير، وشافته وعرفته بشكله وعرفته بعلامة احنا نعرفها فيها وهو صغير، إصابة عنده في راسه، فالولد ولدنا ونبيه. منيف جاء عند إدريس وقال له يا إدريس الجماعة برا يقولون إنك ولدهم. قال أنا وش ولدهم؟ أنا عراقي من الديوانية، من الشنافية في الديوانية، أنا ماني بحولهم ولا منهم ولا فيهم. قال يا ابن الحلال يقولون إنك ولدهم. المهم يقول طلعت قلت يا جماعة ايش تبون مني؟ قالوا أنت ولدنا. قال يا ابن الحلال أنا عراقي من أهل العراق. قالوا أنت ولدنا، حنا فقدنا لنا ولد في كربلاء في العراق وهو عمره 5 سنين، يعني من تقريبا 23 سنة حنا فاقدينه، وأنت الحين عمرك 28 سنة وطرده عرفتك. قالوا ايش غير هالكلام؟ يقول ما اتفقوا إلا أنهم يروحون عند المري. المري اسمه رمثان المري، على حد علمي أنا أنه مشهور هذا رمثان المري الله يغفر له ويرحمه. قالوا بنروح عند رمثان المري ونشوف أنت ولدنا ولا لا. واتفقوا على اليوم الثاني الساعة 9 الصبح، وفعلا اجتمعوا الوجهاء واتجه الجميع إلى رمثان المري في رفحة، وحضر برغش التمياط الشيخ برغش